السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مهندس سيارات مع وليد السين. النهارده فيديو جديد. لو عربيتك مش من المطب وما بتحسش بامتصاص المطبات في العربية كويس وعندك ما عندكش مشكلة في المساعدين أو لسه مغير مساعدين وحاسس إن أنت برضك العربية ناشفة وما بتاخدش وضعها الطبيعي في المطبات العادية أو في المطبات الصناعية، وده بيبقى سبب رئيسي. بعد لو المساعدين ما فيهاش عندك مشكله بيبقى السبب الرئيسي بتبقى السوسته. و... طب وايه وظيفه السوسته؟ وظيفه السوسته في الارتفاع والعلو ملهاش دعوه بامتصاص ملهاش دعوه بامتصاص المطبات. طب ايه العلاقه؟ العلاقه ان السوسته بتضعف، ولما السوسته بتضعف الحلقات بتاعت السوسته بتقرب عن بعض، فيبتدي ايه اللي يحصل؟ مرونه السوسته نفسها تضعف معاك، فتبقى حلقه السوسته قريبه عن بعض. ودي بتحصل في بعض العربيات اللي هي اصلا السوسته بتاعتها بتبقى نازله، الحلقات بتبقى قريبه زي بالشكل ده. الحلقات قريبه بالشكل ده. واي عربيه سوستتها الحلقه بتاعتها قريبه، الامتصاص بتاع المطب نفسه ما بيبقاش مرن غير بالشكل ده. السوسته اللي هي بتبقى الشكل الحلزوني بتاع السوسته ما بين الحلزونه ما بين الحلقه والحلقه كبيره، بيبقى دي فيها مرونه اكتر من الحلقه دي. ليه بقى؟ لان السوسته مع الضغط تقفل وتفتح فما بيحصلوش بعض ده بالنسبه لفراغات السوسته بعيده عن بعض. اما السوسته اللي هي حلقتين كل حلقه قريبه عن بعض، هي دلوقتي زي ما انتم شايفين كده السوسته قريبه عن فيها اسبوع اهي، والعربيه اصلا وهي بره العربيه. ما بالك بقى وهي جوه العربيه نفسها وهي مضغوطه، ايه اللي بيحصل؟ السوسته بتقفل اكتر مع المطب ومع الحموله. السوسته بتقفل خالص، فيبتدي معاك العربيه تحس ان انت العربيه عندك ما فيهاش مساعدين، وده بيبقى سبب رئيسي في السوسته. لو المساعد عندك ما فيهوش مشكله، يعني ساعات بيبقى في عربيات بتبقى عاليه واول لما بتيجي تحمل العربيه، اول لما بتيجي تحمل ركاب في العربيه، ايه اللي بيحصل؟ السوسته العربيه بتهبط، بتبقى دي السوسته دي ضعيفه. ودي بتحصل في معظم العربيات اللي انت بتبقى العربيه عاليه في الفاضي ومش محتاجه علو، واول لما حد بيركب معاك بيبتدي العربيه تهبط جامد وتلاقي العربيه بترزع معاك في المطبات. بيبقى سببها ان السوسته ضعفت والمساعد بيقفل لاخره، فتدب معاك العربيه. ودي بتبقى حلها سهل، اللي انت هتشيل السوسته وتحط سوسته مكانها. طبعا في حاجه تاني اللي هي العلايه. الناس اللي بتحط علايات، لو السوسته عندك مش الصلابه بتاعتها كويسه ما تحطش علاقات، لان لما بتحط علاقات بتضغط السوسته اكتر وبتبتدي تقفل اكتر مع الحموله كمان، وما بيبقاش فيها اي مرونه او اي امتصاص صدمات. يعني لو المشكله عندك في السوسته، هبتدي ان انا ابص على السوسته والعربيه راكبه، وهي راكبه في العربيه لو لقيت العربيه معاها وتيت والحلقات وحلقه السوسته بالشكل ده قفلت، يبقى كده اللي انت لازم تتغير سوسته. حتى لو العربيه عندك شايفها عاليه. ليه؟ لان ساعات العين بتخدع، لان السوسته ذات نفسها هتبان معاك في ارتفاعها ما بين الحلقه والحلقه في العربيه وهي راكبه. ده شرح بسيط عن لو عربيتك ناشفه في المضاد ومساعدينك سليمه. حابب اقول حاجه بس، معلومه صغيره عن العلايات. لو انت عربيتك واطيه وحطيت علايه بعيد عن السوسته ما فيهاش اي مشكله. اللي عن السوسته اللي انا شرحت لكم قبل كده فوق البطاحه، اللي هي علايه تفلو اللي بتتحط فوق البطاحه وبتطول المسمار والكلام ده. دي انت كده بتطول من قيمه الكروسلي نفسه، مش بتضغط السوسته. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشكرا لكم في قناه مهندس سيارات مع